لو انت عايزه تنسفي الدهون اللي في جسمك كلها وتتخلصي من الوزن الزياده، او لسه خارجه من الولاده وعايزه تظبطي شكل جسمك، او نفسك انك تخلي جسمك كيرفي بقى والحاجات دي، او عندك منطقه معينه عايزه تخسسيها، او عايزه تخسري دهونك بسرعه من غير مجهود ومن غير ما تعملي دايت ومن غير ما تتمرني ولا كل الكلام ده، فانت محتاجه تختاري حاجه من الثلاثه اللي هقول لك عليهم دول. اما تختاري الحقنه ام 350 جنيه اللي هتنسفك الدهون، او انك تختاري علبه برشام تلتزم بيها 30 يوم تغير لك جسمك 360 درجه، او انك تعملي جلسات تفتيت الدهون. وفي الاخر احب اقول لك مبروك عليكي، مش هتوصلي النتيجه ولا هتعملي اي حاجه، بل بالعكس انت هدرتي فلوسك في الفاضي وبذلتي مجهود ووقت بدون اي داعي. مفيش اي حاجه تخليكي تروحي تضيعي فلوسك في حاجه ملهاش 30 اي اساس من الصحه. وبس كده، دي طرق من ضمن طرق النصب اللي بتحصل مع ناس كتير بيلعبوا على الحاجه بتاعتهم، وللاسف الناس بتلبس. ربنا يستر عليك وخدي بالك من نفسك، ما تدخليش اي حاجه جسمك من غير ما تعرفي ايه الحاجه دي.